هنا البي بي سي الممسكة بتلابيبنا منذ أن افتعلت الأزمة بأيد غليظة خشنة، ولكن بقفازات حرارية ناعمة تأخذ كل مرة شكلا جديدا، وهذه المرة عن طريق شاب بهي الطلعة، السيد نديم، الذي يجلس على تلة من المعلومات الأكيدة. صراحة للأسف لحماية الأشخاص الذين يساعدون وهم يعني سوريين وآخرين موجودين على الأرض، لا أستطيع أن أكشف، ولكن لدينا يعني الوثائق إحنا جمعناها أكيدين منها 100%. السيد نديم يتلعثم ويحار بالمعلومات التي يجلس عليها، فما الحكاية يا سيد نديم؟ يمكن إحنا المعلومات اللي وصلنا منا دقيقة. مهنيته تدفعه إلى أن يرى بأم عينيه ما يجري على أرض الواقع. هل نجح في الدخول؟ أكيد إحنا صراحة أملنا منذ سنين نحاول أن ندخل سوريا بشكل رسمي، وقدمنا عدد كبير جدا من يعني الطلبات الرسمية للسلطات السورية للسماح إلينا للدخول، وكان دائما يأتي الرفض. يا سبحان الله. نسأل كيف وجد نفسه على الرغم من معاناه من عدم الدخول إلى سوريا، وليس في سوريا فقط بل وفي قلب الحدث تماما؟ ماذا حصل؟ يعني كلنا شفنا واحنا تحدثنا مع اشخاص داخل المشفى، داخل الجامع بدرعا. انا لم اقل واحنا دخلنا بشكل رسمي او غير رسمي على سوريا، بس توضح الالتباس. وفي وقفة حق يتذكر الزميل المذيع أن عليه أن ينظر بعينين اثنتين. ترى هل سيفعل ذلك السيد نديم؟ نتوقف مع نقطة أخرى تثير القلق في هذا التقرير، وهو أنه وثق عبر شهود عيان وفي أكثر من حادثتين أو في حادثتين تحديدا أن هذه العصابات المسلحة أو ما يسمى بالعصابات المسلحة كان يختبئ وراء قوى الأمن السورية ووراء عناصر من الجيش السوري لإطلاق النار على المتظاهرين. انا عم بقولها ما ليه يعني انا ما عندي مشكله اقولها، بس انا اللي عم يلي بنقوله انا عم بقوله وانا يعني اعتبر عدد من المتظاهرين اخذوا اسلحه واطلقوا النار على قوى الامن، وهذا ما قالوا لنا يعني 2 من المتظاهرين، واعترفنا بذلك واسفنا الى مقتل قوى الامن. قولها بصوت عال. عدد من المتظاهرين اخذوا اسلحه واطلقوا النار على قوى الامن، وهذا ما قالوا لنا يعني 2 من المتظاهرين، واعترفنا بذلك وأسفنا إلى مقتل قوى الأمن. شكرا، وصلنا حقنا.